كابتن هو ليه التمرين ده صعب هنا في الانقباض ده؟ لما اجي اقفل مش عارف اقفل للاخر. انا هحط الطاره كده اهي كده، صح؟ الطاره عايزه تقع في اتجاه الجاذبيه، صح؟ يبقى اللاين اوف اكشن اوف فورس فين؟ اهي. كأن انا ربطت دي كده ورسمت الجرافيتي. ادي اللاين بتاعي. محور الدوران هنا، لما اجي ارسم المومنت اوف ارم كاني هضرب من هنا كده خط مستقيم وخط مستقيم، واقوم جاي راسم اقصر مسافه عموديه ما بينهم. صح ولا مش صح؟ هتيجي بالموبايل تاخد سكرين شوت من هنا وتقوم جاي راسم اقصر مسافه عموديه. بعديها هترفع ده لفوق 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 لغايه لما يوصل هنا. مش دي ابعد مسافه عن الثانيه؟ صح ولا مش صح؟ يبقى هنا اصعب حاجه في الحركه، اصعب حاجه في الحركه وانا حاطط اللاين اوف اكشن اوف فورس وانا حاطط اللاين اوف اكشن اوف فورس في ابعد مسافه ممكنه عن محور الايه؟ الدوران. هنا تبتدي تقل 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 تقل، تبتدي تزيد 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 لان عامله زي الكيرف، تزيد وبعدين بعد كده تقل 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 لغايه لما يكاد يكون هنا مفيش مقاومه خالص. يبقى التمرين ده وانت بتلعبه طبيعي تحس ان هنا اصعب حاجه، اللي هو هنا وضعيه الايه؟ الانقباض. يعني هتحس ان التمرين صعب وانت بتقفل في الانقباض. وضحت؟ مش هتفرق معاك حاجه في البروجرام ديزاين قوي، كلها حاجات بسيطه يعني اللي بتفرق في البروجرام ديزاين، لكن تفرق معاك في الفهم. عشان لما يجي متدرب يسالك يقول لك كابتن هو ليه التمرين ده صعب هنا في الانقباض؟ لما اجي اقفل مش عارف اقفل للاخر. لما اجي اوصل للفيلير بعمل بارشل ريبس وما بعرفش انزل للاخر. هتقول له ليه؟ علشان اصعب حاجه في بروفايل التمرين هو وضعيه الايه؟ الانقباض.